الله عز وجل قال لك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. فالابتلاء هنا بص، أقرب معنى، طبعا كل الكلام ده من وجهة نظري، أقرب معنى الابتلاء هو الاختبار. أنت جاي في الحياة في اختبار، أصلا الرحلة دي هي رحلة اختبار. سواء بقى جالك فلوس وجالك حاجات حلوة، هو ده البلاء الحسن، أو جالك مرض أو جالك ده البلاء السيء. البلاء هي كلمة محايدة، هو تحمل الخير والشر. في نص بقى اتشال، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، ما بقاش حد يتكلم عليه، وخدنا الجانب التاني. وطبعا في الابتلاء بنتكلم دايما على سيدنا أيوب. أما تيجي تعرف إن سيدنا أيوب ده كان غني جدا، وخد فترة فيها مرض، وبعد الفترة دي أول ما قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الله عز وجل بدله كل حاجة قبل ما كان يكون تعبان بأضعاف أضعاف أضعاف. فأنت تاخد رحلة حياة نبي وتقص منها جزء معين وتعمل عليها زوم، وتوصف المرض وتوصف التعب، وكأن هو ده المفروض. يعني ما تعيشوا انت كده، طب ما تقول لهم بقى يعني، طب ما بقيت النص التاني ما تجيب سيرته. طب بعد ما خف ما توصف لي كده النعيم اللي كان فيه. ما بنوصفش، احنا بنوصف بس بنعمل زوم بس على الفترة اللي فيها مرض وتعب. وبعدين تيجي مثلا سيدنا أيوب فيقول لك عادي تمرض زيه. طب سيدنا سليمان، لا ده ما تبقاش زيه. طب في المرض اه بقى زيه. يعني انت فاهم انت الكونسبت ده؟ لا في الحاجات الحلوه لا، اصل ده نبي، انت مش هينفع تبقى كده. طب في الحاجات الوحشه اه ده انت تبقى كده. الحقيقه بقى حقيقه الابتلاء، هو الابتلاء هي كلمه محايده جدا، بس من كتر ما اتبرمجنا، بص، شئنا ام ابينا اتبرمجنا، شئنا ام ابينا كلنا اتبرمجنا، اتحط برمجه في دماغنا، وفي حاجات اتحط عليها برمجه بكثافه، من ضمنها الرزق، او بالاخص من ضمنها الفلوس. اتحط برمجه بزياده كتير قوي بقى، كتير برامج على تلفزيون، على ناس بتقول كلام، على حاجات كتير قوي فاتبرمجه. بص ممكن نقول الصوره الذهنيه، بس هي برمجه، احنا اتبرمجنا. هي اصل ده الكلمه الاساسيه بتاعتها. بص يعني مثلا ايه، في ناس ما بتحبش كلمات، عارف ليه؟ لان برضو هو نوع من انواع البرمجه برضو، بس هي برمجه، هو احنا حصل لنا برمجه ان احنا في بعض الكلمات خلاص احنا فهمناها كده، من ضمنها كلمه الابتلاء. بدلنا الابتلاء بمصيبه، وعشنا بكونسبت ان الابتلاء ده مصيبه، اما في الحقيقه مش ملهاش علاقه خالص. والله عز وجل مش عايش عشان يبهدلنا خالص. عارف هقول لك على حته، والحته دي عميقه جدا يعني. اي ايرور يحصل في حياتك هو تنبيه من الله عز وجل، جاي يقول لك خلي بالك في ايرور في الحته الفلانيه، عدل وظبط عشان ترتقي وتتطور. اي ايرور جه في الفلوس، راجع معتقداتك، اسلوب حياتك، راجع نفسك في الفلوس، عشان هنا في ايرور جه في صحه، فربنا عايز يقول لك راجع وشوف ودور، دور شوف الايرور ده جاي لك ليه. في الاخر هو احنا في الارض حياتنا لازم تتطور للافضل، عشان كده ربنا خلقنا اصلا. كل المشاكل اللي جايه لنا جايه عشان تقول لنا خدوا بالكم في حته انتوا مش مظبطينها، ظبطوها عشان تطلعوا للدرجه اللي بعديها. وبس يا عم ابراهيم.